السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد تاني من قناة أكاونت فاي. معاكم محمد رضا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على امتحان البنك الأهلي أسسمنت البنك الأهلي المصري 2025 وكل التفاصيل والماتيريال. كل حاجة هتبقى خلصانة في الفيديو ده إن شاء الله، ومش هتحتاج أي حاجة تاني بعدها. الامتحان الجديد بنظام كوني فيوري، يعني هو نظام دولي كده. هو أصعب من الامتحان النظام القديم بتاعه بصراحة. أصعب، ويعني محتاج مستوى متقدم شوية في الإنجليش. بس بإذن الله أنا هقول لك الخلاصة في الفيديو ده، وأقول لك الخطة اللي تتبعها وتمشي عليها خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، لحد ما تدخل بيرسونال وتكنيكال وتتعين كمان بإذن الله يعني. بالنسبة لليوم بيمشي ازاي، انت اول ما يجيلك المسج بتاع عزيزي المتقدم، عارفين طبعا كلنا المسج دي. لما يجيلك المسج هيجيلك انك تدخل على الميل. بعدين تدخل على الميل بتاعك، يبقى ادخل دايما في السبام، عشان دايما اللهم صل على دايما الميل بتاع الاهلي بيجي في السبام، عشان بيجي من غير تايتل، بيجي من غير عنوان، من غير عنوان دايما، فبيدخل لك في السبام. فانت هتدخل على السبام، هتلاقي الميل بتاع الاهلي اول ما يجيلك المسج على الفون بالرقم اللي انت مسجل بيه على الويب سايت بتاع بتاع الاهلي. تمام. دخلنا على الميل بتاعنا، هنلاقي لينك موجود هندخل عليه، ده السكيدول، ده اللي ممكن نعمل منه الابوينمنت بتاعنا. نختار الميعاد اللي احنا نقدر نروح فيه الامتحان، ندخل عليه. وحاول دايما على قد ما تقدر تشوف المواعيد المتاحه واختار واحد على طول، ولا تاجل بقى، ولا تعمل ري ابوينمنت، ولا اي حاجه خالص، ولا ري سكيدول، لا مفيش الكلام ده خالص. انت تدخل على طول، اختار الميعاد اللي انت هتروح فيه، اخترت عملت سبميت، فكك خلاص بقى. تمام. هيجي لك ميل برضو على ميلك الاساسي الجيميل بتاعك، بيقول لك خلاص انت ميعادك كذا الساعه كذا. في الاغلب بيبقى في الفرع اللي في التجمع الخامس، لو في شارع السبعين ده. تمام. كده انت خلاص خلصت الميعاد بتاعك. نتوكل على الله بقى، نشوف الماتيريال ونشوف الامتحان بيمشي ازاي. او في اليوم ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت اول حاجه بتروح تمتحن انجلش زي الفل. 6 مراحل هنتكلم عليهم بالتفصيل. تمام. خلصت الانجليش بتفضل قاعد مكانك زي ما انت. اتش ار بيقوم رايح على الكمبيوتر الرئيسي، باصص، شايف النتيجه عامله ازاي، وبيقول للناس للاسف اللي سقطوا في الامتحان ده، قوموا اتفضلوا يلا مع السلامه، هنكلمكم كمان 6 شهور، فرصه كمان تقدروا تيجوا تمتحنوا، غير يعني تمتحنوا تاني ان شاء الله يعني. فدي اول حاجه. كده خلاص خلصت انجلش، تلاقي النتيجه، هو راح الاتش ار بص على الكمبيوتر، قايل لكم اللي يقوم يمشي خلاص ده للاسف سقط، واللي يفضل قاعد ده هيدخل اي كيو وفيربال. تمام. فضلت قاعد زي ما انت، بتقوم فاتح بعدها الاتش ار مساعدك عمل اكسس للامتحان، تدخل اي كيو وفيربال. دخلت الاي كيو والفيربال، نتكلم برضو عن تفاصيل الامتحان. احنا بنتكلم دلوقتي على البروسيس ماشيه ازاي واليوم بيمشي ازاي، بعد كده ندخل في التفصيل الممل لكل حاجه، ما تقلقوش خالص. بعدها يقوم الاتش ار مساعدك تدخل امتحان الاي كيو والفيربال. بيكون اي كيو وفيربال وبيهيفير. الاي كيو وابيليتي كمان، ابيليتي ده جزء صغير كده بس سهل. بالنسبه للاي كيو مقدور عليه، بالنسبه للفيربال مقدور عليه، بالنسبه للابيليتي برضه مقدور عليه، والبيهيفير ده سلوكي مش اكتر، غير تقييمي ومعلوش درجات. تمام. تمام. بعد ما تخلص كل ده، الاتش ار برضه بيبص على نتيجه على الكمبيوتر ويقول لك حاجه من الاثنين. لا يقول لك انت خلاص نجحت، خليك معانا هتدخل بيرسونال انترفيو النهارده. لا يقول لك خلاص انت نجحت بس اتفضل خلاص نورتنا امشي، واحنا هنتواصل بيك نقول لك البيرسونال امتى. تمام. بس انت كده كده هتعرف النتيجه. لا تالتة بقى، انت سقطت ومش هنكلمك خلاص، هو اكنك زي بتوع الانجليش بالظبط، وقعت اي كيو، يبقى توكل على الله وهنكلمك كمان 6 شهور. تمام. تمام. دي البروسيس بتاع اليوم ماشيه ازاي. ندخل على كل حاجه بقى. الانجليش 6 مراحل. اول حاجه حوالي 18 جمله، من 16 ل 18 جمله، بتسمعهم ريبيت وترددهم تاني، كذا كذا، there is way there is، هترددهم تاني. ب... يعني انت في ده في الاغلب هتكون متدرب على الماتيريال كتير قوي. يعني حاول مثلا جيلك يومين قبل الامتحان، حاول على قد ما تقدر تتدرب وتسمع كتير قوي وتكرر كتير قوي، عشان في الاغلب انت مش هتعرف تقول وراه، عشان هو يعني مستواه بيتكلم، ممكن مثلا السبيكنج بتاع الكمبيوتر وقتها كان سي 1 مثلا او سي 2 كمان، بيتكلم بسرعه جدا باكسنت مختلف جدا، مش زينا خالص. تمام. فانت هتكون اتعودت
على الماتيريال وسمعت كتير. هم الماتيريال اللي معايا فيها حوالي 10 امتحانات، فانت يعتبر لو سمعتهم كل مره مرتين 20 مره خلاص زي الفل، انت كده ان شاء الله هتعدي. في ريبيت التكرار، انك تسمع وتقول. تمام. عندنا ريبيت، عندنا املا بتسمع وتكتب. بتسمع وتكتب برضو ما يقارب 16 جمله. فيهم بقى دي انا عايزك تركز في حوار تسمع وتكتب دي. حاول مثلا نفس الكلام تتدرب عليها في الماتيريال اللي انا هبعتها، وتركز. حاول هو سؤال ولا جمله خبريه. لو سؤال نحط علامه استفهام، دي بتفرق جدا. طب لو جمله خبريه نحط في الاخر نقطه. تمام. ودايما في الاملا اول حرف كابيتال. اول حرف كابيتال. تمام. غير طبعا مش هتلحق دي، فكك منها. كنت اقول لك لو في اسماء في النص او حاجه خليها كابيتال يعني وكده، بس خلاص كبر دماغك من دي، بس اصلا مش هتلحق. فبرضه دي هتيجي من التعود في الماتيريال، انك تسمع وتكتب، وتعود ايدك على الكيبورد بسرعه. لو في حد بيكتب بالراحه تعود ايدك على الكيبورد بسرعه. وكمان الكيبوردز هناك في فرع التجمع ده قديمه جدا، فانت عايز تبقى طق طق ايدك سريعه وقويه، يعني مش بتكتب بالراحه. يعني انا مثلا بكتب بايدي الاثنين. لما رحت اعمل الاسسمنت ده جيت اكتب بايدي الاثنين لقيت مش هعرف، يعني بكتب بايدي الاثنين بس بالراحه، لازم اضغط جامد. الكيبورد عتيقه شويه. تمام. زي الفل. كده احنا خلاص خلصنا اول جزئين. احنا قلنا الانجليش كام مرحله؟ 6 مراحل. كده خلصنا ريبيت والاملا. تمام. هتي... وبالمناسبه بس الجزء ده حبيت اضيفه كمان، ان ماتيريال اهلي مصر زراعي زي الفل. كل ده نفس اللي بيحصل في كل 3 بنوك، نفس البروسيس، سواء اهلي مصري، بنك مصر، زراعي مصري. كل ده نفس البروسيس، نفس الماتيريال، نفس كل حاجه. تمام. زي الفل زي الفل. ندخل على اللي بعده اللي هو الايه؟ ايه الارينج، الترتيب بتاعنا. انت تسمع 3 كلمات، 4 كلمات، وكل اللي عليك تعمله انك ايه؟ ترتبهم في جملة واحدة. ترتبهم في جملة واحدة. يعني مثلا يقول لك I think tomorrow the weather will be cold. طب خلاص، يبقى انت عليك تقول له I think the weather tomorrow will be cold، او I think the weather will be cold tomorrow. مش فارقه كتير، بس المهم انك ترتب جمله صح. فاعل مفعول فاعل فعل مفعول. تمام. تمام. خلصنا كده 3 اجزاء. ندخل بعد كده على السمري. هي السمرايزنج دوت بيجيب لك قطعتين بتشوفهم وتقراهم لمده 30 ثانيه، وتلخصهم في دقيقه ونص، 90 ثانيه بالظبط. دي مقدور عليها برضو، سهله. بتكون انت مذاكرهم قبل كده اصلا، بيبقوا موجودين في الماتيريال اللي بيجي زي ما هم. نيجي على اخر حاجه الاكمل. 18 جمله بيجوا من الماتيريال. دول يعتبر المنقذين اساسا. بيعلوا السكور بتاعك جدا. بالمناسبه انت لازم تكون جايب اعلى من 35 في الامتحان دوت. هو مثلا من 50 لازم تكون جايب اعلى من 35، يعني مش في النص، لا انت لازم تكون جايب اعلى من 35. تمام. اللهم صل على النبي. كده انت خلصت الانجليش. تركيزك كله انك تتدرب على الماتيريال كتير في حوار السبيكنج ده وحوار الليسننج، انك تكتب، تتدرب على الكيبورد بسرعه. كل ده موجود في الماتيريال. يعني مريت على الماتيريال دي مرتين، اوعدك انك هتعدي باذن الله. بس اهم حاجه تذاكر الاكمل ده مهم جدا. هو ده اللي هيرفع لك السكور بتاعك 18 درجه من الهوا. بصمجه اللهم صل على النبي. والسمرايز برضو التلخيص. تذاكر كل القطع، هيجي لك قطعتين منهم تبقى حافظ جملتين مثبتهم لكل موضوع. مثلا جايب لك موضوع 5 سطور بيكلمك بيقول لك رحنا المطار والعربيه عطلت مننا وحصل 1 2 3. خلاص انا حافظ وعارف ان حصل فيها ايه، اقوم خابطهم على طول الجملتين. تمام. زي الفل. كده عدينا الايه؟ الانجليش. فانت خلاص عديت الانجليش، بتدخل على الاي كيو والفيربال. من الاخر سهلها عليك قوي قوي قوي، وعلى ضمانتي لسه عامل الامتحان ده قريب مش بعيد خالص. اي كيو فيربال بنك اهلي بصمجه. وش انت هتدخل تبصمج يا معلم. انا حاولت اذاكره، هو سهل يتذاكر، بالذات الاي كيو يتذاكر وتعرف طريقه حل المساله وهتحلها، بس مش هتلحق. يعني انا حليت هنا في البيت لما كنت بذاكر، خدت وقت شويه بس خلاص عرفت احل. بس انت هناك مش هتلحق، معاك 30 ثانيه 20 ثانيه 10 ثواني. انا مش هلحق اطلع المعطيات ولا الجيفن اصلا عشان احل المساله. هي سهله، بس حلها من الاخر الزتونه تبصمجهم. بصمج شويه ارقام يا معلم في الاي كيو، وتبصمج الفيربال
فيربال ده عباره عن مواضيع، مثلا بيحكي لك عن فندق واحد كتجربته فيه، وبيسالك على القطعه دي، زي حوار القطعه بتاع الثانويه بتاعنا زمان. نفس الفكره. بس برضو الفيربال مش هتلحق تقرا معايا معايا 15 ثانيه. هلحق اقرا قطعه كبيره واطلع عليها اسئله واجاوب؟ بديهي لا. فانت عليك تبصمج الفيربال والاي كيو، بصمجه صرف. حتى الارقام بتاع المساله تبصمجها بتيجي زي ما هي. تمام. انا كده كده الماتيريال بتاعتي فيها كل حاجه. هتبصمجها، هتدخل تحل باذن الله وتعدي الحمد لله. يعني الناس صحابي كتير ساعدتهم والحمد لله عدوا. تمام. تمام كده خلصنا الايه، الاي كيو والفيربال. بقينا الايه، الابيليتي. الابيليتي دي عباره عن حاجات بسيطه جدا، عمودين كده جنب بعض، بتقارن بينهم يعني متشابهين ولا لا. لو متشابهين بتختار له يس، لو مش متشابهين بتختار نو. بسيطه، محتاجه تركيز بس. بقى بس الاخير البيهيفير، بسيط، سهل، ملوش اصلا تقييم، ملوش درجات، ما يلزمكش. هو بيقول لك مثلا بتفضل ايه في حياتك، لو كلاينت او كاستمر متضايق منك في الشغل هتعمل ايه. شويه ترتيبات كده ملهاش لازمه. هم 25 سؤال فاكس منه. بس لما تيجي تعمل الامتحان التاني ده اللي هو الاي كيو وابيليتي وفيربال وبيهيفير، البيهيفير بيبقى ليه وقت برضه، يعني بيكون ضمن الوقت بتاع الامتحان التاني ده. خلي البيهيفير ده اخر حاجه خالص، خلص بس الابيليتي والاي كيو والكلام ده، وبعدها بص على البيهيفير في الاخر. ده ملخص اللي انت الزتونه انك تعدي امتحان البنك الاهلي من الاخر. اي حد يقول لك غير كده والله هتسقط. مش فكره كده، فكره بجد ان دي افضل طريقه. انا مش بحب ابصمج، انا بكره البصمجه، بس للاسف اضطريت ابصمج عشان اعرف اعدي. حاطين وقت مضحك جدا، 10 ثواني احل فيهم مساله، انت عبيط انا لسه ما قريتش. تمام. دي بالنسبه للجزء الاسئله ونظام الامتحان والاسسمنت بتاع الاهلي بكل تفاصيله. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل فيديو عن البيرسونال والتكنيكال. ولو حبيتوا اي سؤال اي تفاصيل، الكومنتس مفتوحه، انا تحت امركم. وبالنسبه للماتيريال انا هسيب التليجرام بتاعي في البايو او في اول كومنت، ابعتوا لي على التليجرام وبس. وكان معكم محمد رضا من قناه اكونت فاي. متنساش تشترك في القناه وتعمل لنا لايك.